أول شيء نرحب بكل الناس اللي تتفرج علينا، ومشكورين على القدوم. تعذبتوا. أنا مشواري مع الفن يعني ابتدى من الطفولة. يعني الوالد شاعر غنائي والوالدة مطربة. كل يعني أهلي كلهم فنانين، فتربيت على الفن، نشأت في وسط فني بحت. ابتديت في تونس، بعدين اجت فرصة السفر إلى لبنان في برنامج سوبر ستار بال2007. شاركت في هذا البرنامج وحصلت على مراتب جميلة جدا. بعدها يعني رجعت على بلدي وكملت دراسة، واجت فرصة The Voice اللي من خلالها يعني كان عندي مجال أكبر للانتشار الحمد لله. تعرفوا علي الناس يعني في فترة صغيرة، وزادت مسؤوليتي والحمد لله. يعني الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. إن شاء الله في جديد إن شاء الله قريبا، دايما رح يكون في الجديد إن شاء الله. في ألبوم قريبا إن شاء الله، تاريخ مش بعده مش مؤكد، ولكن في مفاجآت عديدة إن شاء الله. أنا نوجه تحية لأستاذي القيصر كاظم الساهر عبر تلفزيونكم. أكيد في تواصل دائما مع أستاذي وتشجيع دائم من عنده، وهو خلاص يعني أصبح فرد من أفراد عائلتي. يعني تخطينا حدود الأستاذ والتلميذة، صار يعني بمثابة العائلة. يعني أنا هذا سؤال شوية خاص يعني. أنا دائما في حالة حب مع جمهوري ومع عائلتي ومع أهلي مع ناسي، ودائما يعني في حالة حب مع كل الناس. أفهم بس لسه هلا يعني إن شاء الله يجي في الوقت المناسب. أبدا ما في انتقادات من الجمهور. لو في انتقادات يكون من ناس غير الجمهور. الجمهور هو أصلا لما نزلت على المطار استقبلني كاتب سيدة الطرب مرحبا، وهون عم يقولوا سيدة الطرب مرحبا. يعني ما في انتقادات من الجمهور، بالعكس. لو في انتقادات من غير عالم الله يشفيهم.